السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة دي مع أستاذة رحاب من قلب عيادة الخنكة فيت أند سليم كلينيك، ومعانا حالة جديدة ومعانا حد مشرف لينا في العيادة. أستاذة رحاب بقى من الناس هي عندها ميزة جميلة جدا أنا حابب أقولها النهاردة، هي قنوعة بالنتائج. يعني إيه قنوعة؟ يعني هي كل ما بتيجي كل مرة الدايت توزن ما بيفرقش مع نص كيلو زي الكيلو زي الاتنين كيلو زي التلاتة كيلو. علشان كده بقى هي خدت ميزة حلوة قوي من العيادة. الميزة دي إن هي نزلت 10 كيلو نزول صحي وآمن، غيروا شكلها ومقاساتها وحياتها تماما. بقت في شخص مختلف تاني اتغير بسبب القناعة يا جماعة. هو ده دايما اللي بنقوله، القناعة كنز لا يفنى. فبنقول لكل الناس لازم تكون قنوع. لما تيجي تتابع الدايت وتطلع على الميزان خليك عارف ان انت عملت اللي عليك، وخليك عارف ان دي اللحظة مش ناتج اللي انت عملته، لا، اللحظة دي هي الختام. مش لازم يكون الختام مبني على مجهودك على مدار الاسبوع، وارد يكون مجهودك كويس لكن الختام بتاعك انت مش ساتسفايد بيه او مش مرضي بالنسبه لك، لكن انت عملت اللي عليك. بتاخد خطوه الفري وبتفصل من الدايت خالص وبتبدا اسبوع جديد بحيويه جديده وتبدا تكمل دايت وما بيحصلش اي حاجه. مع تكرار الموضوع بتلاقي على وجودك فتره العياده او الفتره اللي تابعت فيها دايت فرقت معاك كمجمل وليس كمره. عشان كده دايما والناس جايه عندي العياده بقول لهم انا ما باخدش بالمره، انا باخد كمجمل. انت حضرتك بدات معايا شكلك عامل ازاي، وكمجمل انت انتهيت عندي او حاليا وصلت من الشيب والتناسق الشكلي والعضلي عامل ازاي. هو ده اللي احنا عايزين نقوله. فهي استاذه رحاب كان عندها الميزه دي والقناعه الجميله دي ان هي مبسوطه جدا بشكلها، عشان كده هي اتغيرت كتير قوي، فرق معاها في شكلها. عايزين المره دي بقى نسمع الريفيو بتاعها ونسمع هتقول ايه وناخد تجربتها عشان الناس كلها تتحمس وتبدا. نظام حضرتك كويس جدا، ما فيهوش اي حرمان، والجلسات كويسه أيوة. بتبان في المقاسات. فرقت معاكي بشكلك ومقاساتك؟ طبعا كتير. ايوه برافو. فحاسه ان انا بقيت احسن، ساعات برجع ازيد، يعني الميزان بيبقى زايد بس برجع تاني واكمل. اهم حاجه عندي المقاسات بقت كويسه عشان انت بتدوري على المجمل. ايوه طبعا. مش بتدوري على الحاجه اللحظيه، السعاده اللحظيه دي ان انا انزل فيها واسيب، لا ما بتفرقش معاكي. لا. بتدوري ان انت كمجمل بدات ايه وعملت ايه. كنت كام بقى؟ كان وزنك كنت كام؟ 99 ونص، دلوقتي 88. 88 10 كيلو. حاسه بفرقهم بقى في شكلك في ولبسك؟ الشكل فرق كتير. طب انا كمان في هخيرك اللبس. تختاري ال 10 كيلو تنزليهم بشكل ما تنزلي 20 كيلو من غير ما معاك الشكل. لا انا كده يعني ماشيه بنظام كويس وما فيش اي حرمان في اي حاجه، والشكل بقى متناسق عن الاول كتير. النظام مريحك؟ طبعا. حاسه انت مرتاحه بالنظام؟ مش محرومه من اي طب حاجه. الجانب بقى جانب الصحه وجانب، حاسه في صحه احسن؟ بقى احسن من الاول، اقدر اطلع وامشي واروح واجي براحتي، ما فيش تعب زي الاول. هايل. قبل كده كنت بتحسي بالمجهود ده ضاغط على عضله القلب عشان الدهون الموجوده دهون حشويه؟ دلوقتي الموضوع بقى اسهل. هو ده اللي احنا بنقول دايما للناس، ناتج الصحه بيفرق قوي مع الناس، والانسان يبقى عنده حيويه اكتر ونشاط اكتر. ايوه طبعا. مكملين لسه زي حاجه ان شاء الله باذن الله. لو عايزين نشجع الناس نقول لهم كلمه كده نقول لهم ايه؟ ابتدوا من دلوقتي. ما يخافوش من الدايت. لا ما فيش اي حرمان ولا اي حاجه، نظام مريح جدا مع الدكتور احمد، والجلسات جميله وبتفرق كتير. ما يخافوش يرجعوا تاني؟ لا. ما يخافوش ان هم يزهقوا من الدايت ولا لا حاجه؟ ما فيش اي زهق ولا اي حاجه. كيلو بتنزليه بيفرق في لبسك وفي شكلك، كل حاجه في نظام حياتك. كلمه جميله قوي قلتيها، دي اهم كلمه. الكيلو اللي بتنزلي على الميزان بيغير في شكلك ومقاساتك ومن الدهون وكل حاجه. يا ريت نختم بالجمله دي. شكرا.